السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة هنعمل اول حاجة اللي هي القشطية. هنعملها بقى بصوا بمكونات بسيطة جدا، ومش ضروري نعمل كميات كبيرة ابدا، لا نعمل على القد. بكوباية ونص سكر هنملى الدنيا قشطية ما شاء الله عليها. يلا نشوف احنا هنعملها ازاي. ايه، كوباية ونص سكر. ايه، مش لازم تعملوا كتير يا حبايب، على قدنا. شايفين الاسعار والحاجات، الحلويات المولد غاليه قوي قوي. السنه اللي فاتت برضو كانت غاليه قوي قوي. حطيت هنا اهوت كوبايه ونص سكر، وهحط نص كوبايه ميه. اه، نص كوبايه ميه حطيتها في الجنب كده، وعليها نص كوبايه عسل جلوكوز. يعني ممكن هتلاقوه في اماكن ما فيش، اللي مش متوفر عنده ممكن يحط العسل بتاع الكنافه اللي هو التقيل، بديل ليها يعني، لو ما عندكوش عسل الجلوكوز. اه، انا هحطه على النار. يعني انا هسيبه اول ما هيغلي، يعني انا هسيبه اول ما يغلي بالسكر. بعد كده هعدله دقيقتين اتنين بس، دقيقتين اتنين. اهو، هننزل خالص منه العسل كده، نحطها عسل الجلوكوز اهو. نص كوباية عسل جلوكوز، نص كوباية مية، وكوباية ونص سكر. حطيت 3 معالق جيلاتين. برضو هتلاقوه عند بتاع الحلويات، وعند بتوع العلافين اللي بيبيعوا المكرونة والسكر، في حاجات بيبيعوها بقالة كده يعني. ودي تلت كوباية مية. تلت كوباية مية دي دافية، كان فايد من كوباية الشاي عندي شوية مية كده، فانا خدت منهم بدل الساقعة اهي. ما تبقى الساقعة قوي عشان تشتغل الجيلاتين يشتغل. انا حطيتهم اهو، عقبال ما ايه العسل يغلي دقيقتين، ما تزودوش عن الدقيقتين. ولازم يكون السكر ابيض، يعني بلاش خلي بتوع التمون نجيب كيلو حتى، خلي لي الحاجات الحلوه اهي. طبعا احنا هنجهز الصينيه عشان ديت القشطيه دي لازم تتعمل على طول. انا حطيت كيس بلاستيك، كيس تلاجة او ورقه استرتش. انا حاطه ورقه استرتش، ما عندكيش هاتي كيس تلاجة. انا دهنته دهنه زيت خفيفه جدا. بجهز الصينيه وبجهز الحاجه اهو عقبال ما الشربات يغلي. هحط بقى شوية جوز الهند، هشبع الصينية، هشبعها اهي. لازم تكون متغلفة كويس عشان ما نحط القشطية ما تبقاش لازقة في كيس البلاستيك. انا بقى عندي يعني اللي عايز يحط زبيب يحط، فواكه مجففة يحط. انا هحط فواكه مجففة، انا عندي الزبيب، بس انا قلت احط. انا عملتها قبل كده بالزبيب، هنعملها النهاردة بالفواكه المجففة. لو ما عندكيش حطي الزبيب عادي. ايه، بصوا احنا بنجهز ازاي الحاجة اهيت الصينية، علشان القشطية دي عايزة بص بتقفش لو استنيتي عليها. ايه، ده الشربات اهوت، هنزله كله خالص اهو. مسحت اللي في الحلة خالص. وده الجيلاتين اهوت كمان انا حطيته اهو. ما تعملوش كميات، على قدنا، على قدكم كده، وعلى قد ايه كل واحد ومقدرته. الصلاة على النبي، بكوباية ونص سكر ونص كوباية عسل جلوكوز هنعمل الدنيا ما شاء الله، يجي كيلو ما شاء الله نعم. وممكن وما تعملوش الحاجات اللي انتم مش بتاكلوها. ممكن تقولوا في حمصية ناشفة ومش عارفة ايه ناشف، ما تعملوهاش. الحاجات اللي انتم مش هتاكلوها بلاش، ما يبقاش سكر على الفاضي، عشان حرام السكر غالي. اه، بصوا واحدة واحدة بقى انا هوريكم. اه، خلي بالكم هو تقريبا يعني انا هضربها حوالي 7 دقايق، بس في ال7 دقايق دوت انا هريح المضرب 4 مرات، لان المضرب بيسخن وهو بتبقى تقيلة. بصوا اهي بتبدأ تتقل. بوريكم يعني درجة درجة، خلي بالكم عشان الموتور بتاعه خسارة يعني بينفعنا اهو. انا هوريكم لغاية ما تبقى خلصت خالص اهي. شوفوا بدأ بقى بتمسك في المضرب اهوت. اللي عايز يعمل بقى كميات يضاعف. انا قلت اقول لكم على هو كوبايه ونص سكر ونص كوبايه العسل جلوكوز. ابص ماسكه ازاي هنا اهي، بتبقى ماسكه من فوق كده ومش وتقيله اهي. انا بحاول ان انا انزلها بالمضرب، انزل اللي في المضرب كله اهو اهي.
بصوا بقى، لازم عشان كده لو استنيتي عليها بتلاقيها قفشت في الطبق كده او في البولة. اه، فلازم نمسح اللي فيها خالص. هي عامله زي البرشميلو. اه، نزلتها خالص. وبرضه هحط عليها جوز الهند، برضه هشبعها اهي. دي لازم تقعد ليله كامله. انا عاملاها كده يعني من العشاء، في وقت كده بعد المغرب. عملتها سبتها لتاني يوم، ورشيت عليها برضو فواكه مجففه اهيت. انا هغطيها طبعا بكيس بلاستيك عشان هتبات لي بكره ان شاء الله. اه، شوف انا بتك عليها ازاي قوي عشان تلزق. فيها يلزق وفي مش هيلزق طبعا اهي. انا بوريكم بصي انا بضغط عليها ازاي. ما ينفعش تقولي مثلا تقعد ساعتين ثلاثه واقطعها، لا مش هتنفع ابدا اهي. غطيتها بالكيس طبعا وطلعتها اهوت. بصوا ما شاء الله اهي، حته واحده اهي. السكينه اللي تقطعوا بيها لازم تكون مدهونه زيت، عشان طبعا ما تلزقش منكم وتغلبكم انتوا بتقطعوه. كل قطعه وقطعه لازم تقطعوها وتدهنوها زيت السكينه اهي. عايزين بقى تقطعوها كبيره تقطعوها صغيره زي ما انتوا عايزين، القطعيه اللي انتوا عايزينها اعملوها اهي. القطعيه دي بتاعتكم انتوا. انا اقطعها يعني القطعه تبقى 3 حتت المربع عشان الولاد الصغيرين عندي احفادي. بصوا ما شاء الله، بصوا جميله جدا وحلوه قوي اهي. ما كلفتناش كتير اهي. وبعد ما قطعتها لازم اغلفها بجوز الهند تاني عشان ما تلزقش. يعني لو انت حطاها جنب حته كده تمسك في بعضها تبقى ملزقه، لا ديت هتحميها تبقى كويسه، مش هتبقى ملزقه معاها خالص في الطبق اهي. لازم تبطنيها خالص بجوز الهند اهي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اللايكات الجميله بقى بتاعتكم والاشتراكات الحلوه، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. ان عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك. السلام عليكم.